دايما اكلات الشارع او اكلات المطاعم بتشد الكبير والصغير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه قوي، تشيكن زنجر بطريقه سهله وبسيطه ومن نص فرخه واحده. هتقدري ان انتي يعني تغدي افراد اسرتك، سواء هتاكلوا بقى الاكله دي مع رز مبهر او حتى هتعملوها سندوتشات. الموضوع هيكون موفر جدا جدا، وهتعمليها كمان افضل من الجاهزه. هنعملها بتتبيلة سريعة، يعني يا دوب لو انتي ما عندكيش وقت يعني عندك الفراخ وحابة تتبليها ساعة واحدة يكون كله تمام ان شاء الله. وكمان البطاطس اللي احنا عاملينها دي انا منزلاها في فيديو قبل كده، هنزلكم اللينك بتاعه تاني. اللي عايز يشوفها ويعملها معاها هتكون جميلة جدا جدا، ومش هيبطل يعملها ان شاء الله طول السنة. اللي اول مره يشوفني انا سميه من مطبخ مصر، يشرفني جدا ان انتوا تشتركوا معانا في القناه، وكمان يا ريت ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك علشان يترفع ويتشاف ويوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا بعد الصلاه والسلام على رسول الله هنبدا فيديو النهارده. طبعا في البوله دي هنبدا نتبل التتبيله بتاعه الفراخ. انا هحط الاول كده 3/4 كوبايه من اللبن الحليب، ولو عندك معلقتين زبادي كمان ممكن تضيفيهم. هتحطي الاول كده معلقه كبيره من النشا او معلقه ونص، نص معلقه من البابريكا ويا ريت تكون مدخنه. عندي كاري وكركم هحط نص ونص، وعندي بهارات فراخ، وعندي كمان توم بودر وبصل بودر، يعني كل حاجه هنحط منها معلقه صغيره. وكمان لو عندك زنجبيل بودر هتقدري تحطي منه برضو نص معلقه صغيره لمعلقه، مفيش مشكله. وهنبدأ نحط طبعا حبهان مطحون نص معلقة صغيرة، وهنحط معلقة ملح، وهنحط نص معلقة فلفل اسود. وهنبدأ بقى نخلط كل الكلام ده مع بعضه. طبعا كل البهارات والمكونات انا هحطها في صندوق الوصف تاني علشان ترجعوا لها ومحدش ينسى حاجة. هبدأ احط هنا حوالي 3 ل4 معالق كبار من الدقيق، معلقة هرمية كبيرة. وهبدأ اخلط كل المكونات دي مع بعضها. طبعا في الاول احنا حطينا نشا والوقت حطينا الدقيق، فالمكونات دي هتبقى تقيلة نوعا ما، فهنبدأ نحط الأول حوالي ليمونتين كده، عصير ليمونتين، وبعدين هنحط نص كوباية من المية، من نص ل3/4 كوباية من المية. على قد ما تشوفي بقى الخليط أو القوام بتاع الخليط بتاعك مناسب للتتبيلة. هنقلب كله مع بعضه كده عشان كل المكونات دي تندمج. وطبعا الفراخ بتاعتك تكون مغسولة كويس جدا ومنقوعة، وبعدين تبدأي تخرجيها وتحطيها كده واحدة واحدة مع التتبيلة. ما تضيفيش عليها مية ولا اي حاجة تانية، بحيث ان هي تشرب من الكلام ده وتكون الفراخ ناشفة يعني وانت بتحطيها. دي طبعا صدور الفراخ انا مقطعاها شرايح، وكمان الحتة اللي هي بتبقى في الصدر اللي هي الموز بتاع الصدور دي يعني محطوطة كده سليمة. وبقية الفرخة انا مقطعة الصدر شرايح. هي حوالي 500 جرام من الفراخ، والتتبيلة دي هتكفي 500 جرام وهيكون الطعم مناسب جدا. هتبدأي تغطيها تسيبيها من ساعة ل2، ولكن ساعة كافية جدا جدا. هتبدأي بقى تجيبي الدقيق بتاعك، هتحطي عليه معلقتين من النشا. وطبعا كل البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيلة هنرجع نحطها تاني هنا مع الدقيق. يعني هنحط توم بودر، هنحط بصل بودر، بابريكا، بهارات فراخ، زنجبيل بودر، كل الحاجات دي هنرجع نحط منها تاني هنا. هنقلب كل الكلام ده كويس، برضو رشة ملح ورشة فلفل ورشات بسيطة علشان هي اصلا واخدة يعني تتبيلة كويسة، والطعم الملح مش عايزينه يزيد معانا. هنبدأ نخرج الفراخ قطعة قطعة ونحطها في الدقيق بتاعنا. لو انتي حابة الكفر بتاعها هيبقى كبير والحجم بتاع الفرخة هيبقى اكبر هتحطيها مرتين. حابة يعني كفاية كفر واحد يبقى زي ما انا عملت كده، تقلبيها كويس في الدقيق بالنشا بالبهارات، وتبدأي تحطيهم في طبق او في حاجة جنبك كده لغاية ما تخلصي الكمية، وتحطيهم جنب بعض مش فوق بعض، لان طبعا هتبدأ تلزق مع بعضها، فاحنا عايزينها نحطها جنب بعضها كده. ده الشكل اللي انا عايزاه، حلو قوي تمام كده. خلصنا كل الكمية، هنبدأ ان احنا نحط الزيت على النار، وفي طاسة يكون يعني كمية الزيت مناسبة ما تكونش قليلة. وهتبدأي تحطي الفراخ جنب بعضها، برضو ما تكتريش قوي علشان احنا عايزينها تكون كريسبي وتكون مقرمشة. ما نعليش النار برضو قوي علشان احنا عايزينها تكون مستوية.
تبدأي تقلبيها بالراحة، لما تلاقيها اخدت لون نقلبها على الجنب التاني. لو انت حابة تحطي في الخلطة دي يعني معلقتين من الكريسبي تطحنيهم شوية او تحطيهم نصها خشن ونصها ناعم مفيش مشكلة، ولكن بينشفها شوية، فانا حابة يعني الطريقة تكون بدي افضل. تاخد اللون الاحمر الذهبي الجميل ده، ونبدأ ان احنا نخرجها نحطها مثلا على مناديل الاول تصفيها لوقت التقديم، وتبدأي برضو تحطي الدور التاني. اول ما نخرجهم كده نبدأ بقى نسيب الزيت مع نفسه كده يعني ثواني، وبعدين نبدأ نحط الدور التاني. وزي ما قلنا مش عايزين نخليها يعني تبقى طرية، عايزينها تبقى مقرمشة، فهنسيب فراغات بينهم وبين بعض تكون مناسبة. وكمية الزيت لازم تكون كويسة، ما تكونش حاجة قليلة. فيعني تعملي في حاجة صغيرة افضل، علشان ما تحطيش كمية زيت كتيرة، وطبعا احنا مش عايزين نهدر في كل الحاجات كده بالشكل ده، لان طبعا الزيت اللي بيطلع منها بيكون مش نضيف ومش بنعرف نستخدمه في حاجة تانية. اول ما اخد معايا لون كده هبدأ ان انا برضو اقلبها على الوش التاني واسيبها تاخد تسويتها، ما نعليش النار زي ما قلنا علشان يستوى ما ياخدش لون بس. طبعا التوابل والليمون والحاجات اللي محطوطة فيه دي بيسرع من عملية التسوية بتاعته، وبيخلي الأنسجة بتاعته تستوي بسرعة. لو حابة تحطي معلقة خل برضو في التتبيلة مفيش مانع، بتدينا برضو طراوة وبتخلي الأنسجة بتاعتها تبقى مستوية أفضل كمان. نبدأ نخرج المجموعة دي ونبدأ نحط مجموعة تانية غيرها لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا بنفس الشكل كده. طبعا نص كيلو فراخ ما شاء الله بيعمل معاكي كمية مناسبة جدا، يعني تكفي 4 ل5 أفراد على حسب أفراد أسرتك كبار صغيرين. المهم ان كمية النص كيلو بتعمل حاجة كويسة جدا. لو هتعملي بقى سندوتشات طبعا هتستعملي العيش الفينو الكبير، وهتحطي مايونيز وكاتشب وشوية كده من المستردة، هتحطي جبنة شرايح، وبعدين هتحطي برضو شوية خس، وتبدأي تعملي السندوتشات بتاعتك. حابة تعملي شوية رز مبهر كده جنبهم، حاجة كده في منتهى الجمال برضو. المهم انت هتعملي المناسب. طريقة الفراخ دي سهلة وبسيطة وهتدينا طعم حلو قوي. اما البطاطس فانا منزله الطريقه على القناه، دي تعتبر يعني افضل طريقة وانجح طريقة، والمكونات مفيش اي حاجة اكتر من البطاطس وشوية ملح وفلفل. الطريقة هتلاقوها سهلة وكمان صحية، ما بتاخدش ولا نقطة من الزيت، فتقدري تستعمليها وتبقى جنب اكلاتك كده حاجة شهية وجميلة ونظيفة كمان في نفس الوقت. خلصنا كده كمية الفراخ بتاعتنا، دي الكمية اللي خرجت معاكي. تبدأي بقى تخرجيها، تحطي جنبها شوية من شرايح البطاطس اللي احنا عملناهم مع بعض. وطبعا طريقة التزيين او التقديم دي حاجة بترجعلك، وكمان انتي هتاكلي الوصفة جنب ايه برضو زي ما تحبي. المهم ان احنا قدمنا الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وكمان طعمها افضل من طعم المطاعم بكتير جدا جدا. الفيديو بتاعنا كده النهاردة ان شاء الله خلص، ولكن وصفاتنا ان شاء الله لسه ما خلصتش، واوعدكم ان شاء الله ان هيكون في حاجات اجمل واكتر من كده بكتير. ولكن لازم التفاعل، ولازم حتى كومنت حلو كده تعرفونا هل الوصفة عجبتكم، هل احنا ماشيين صح، هل في تغيير نقدر نعمله في القناة كمان يكون افضل من كده. يعني التفاعل بتاعكم شيء مهم ومطلوب جدا جدا على الفيديوهات. وكمان اللايك مهم وبيفرق، وهو ده اللي بيرفع القناة، ومفيش اي قناة في الدنيا بتكبر من غير متابعين. فيعني دعمكم هو اللي هيرفعنا، وهو اللي هيخلي القناة تتشاف. وبشكركم طبعا يعني من كل قلبي لو انتوا وصلتوا معايا لغاية النقطة دي في الفيديو، واتمنى ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.